انا من الناس اللي يحبوا بزاف مغوط اللوز. على ذاك قلت على ما نديروش بطريقه سهله وسريعه. حكمت انا درت اللوز، زدت له السكر، خلطتهم مليح، ومن بعد زدت لهم شويه تاع العسل، ومن بعد زدت لهم الزبده ويكون لو بوغ مولي، وزدت لهم جون دوف باش هكذا يجي نضري، وشويه تاع الماء زهر وزيت دو سيترون بيان سور كثر بزاف الزيت، ونقعدوا نخلطوا فيها غير بالعقل. او ميم طون كون ضربنا حبه تاع البيض ونبداو نضيفوها بالعقل حتى تولي لنا عجينه طريه. على بالكم بلي العجينه تاع مقوط اللوز كل ما تجي طريه كل ما يجيكم معسل من الداخل. ومن بعد كي تشوفوها بلي خلاص راهي واجده، خلوها تبرد مليح واحد 6 ساعات، ومن بعد نجبدوها ونكونوا وجدنا المول تاعنا، نديرو فيه ان بابي كويسون ولومبورط بيس هذا الكبير. كيما راكم تشوفوا درتو في سنيوه بوركوا باش هكذا ما يعينيش وبالخف المشدوم. خليته يطيب على 180 درجه. بعد ما طاب نحيت هذاك لو سيركل تاعي وخليته برد قبل ما نقسمو دي كاري دي بتي كاري. ومن بعد راح نسيبودريه كامل بالسكر غلاس باش يجي كيف كيف مع المقروط اللوز تاع الصح. ومن بعد نخلوه يبرد شويه، ولا ديكوراسيون هنا درت له حبه تاع الجوزه باش يجي شباب، وهكذا يكون مقروط اللوز واجد بلا ما نتعبوا عليه. وشوفوا كيفاش جا معسل من الداخل وبنين، وماذا بيكم تخلوه يطيب مليح من تحت باش يجيكم احمر باش ما يجيش معجن في الوسط. ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومونتير.